أجمل مرحلة في أي علاقة هي لما تتأكد إن الشخص اللي أنت بتحبه هو كمان بيحبك نفس الحب أو يمكن أكتر كمان. ساعتها بتبقى طاير من الفرحة ومستعد تواجه كل العالم عشانه، مستعد تديله وقتك وطاقتك وأي حاجة هو عاوزها ممكن تعملها له، حتى لو كانت الحاجة دي ممكن تيجي عليك أنت شخصيا. بس أوحش شعور لما تكتشف إن أنت بس اللي كنت بتحبه بجد، وإن هو عمره ما حبك، حتى لو قالك كلمة بحبك مليون مرة، بس أنت حاسس ومتأكد إنها مش من قلبه. دايما المواقف بتخلينا نتأكد أكتر هو الشخص ده بيحبنا فعلا ولا بيقول أي كلام وخلاص. طب ليه طالما الشخص ده ما بيحبنيش ليه قال لي كلمة بحبك؟ ليه طالما مش حاسس بحاجة ناحيتي ليه أصلا يقول إنه حاسس وعنده مشاعر تجاهي؟ هل كان بيضيع وقته ولا كان بيتسلى وخلاص؟ أو جايز حاول يحبني بس ما عرفش. بس كل اللي أعرفه إنه فعلا أوحش شعور في الدنيا إنك تحب حد ما بيحبكش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قصة ورواية جديدة. بس قبل ما نبدأ تعالوا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ضغوطات الحياة ممكن تنسينا حاجات كتيرة أوي مهمة. ممكن ننسى نحب، ممكن ننسى نعمل أسرة، ممكن تخلينا مشغولين عن حاجات أساسية في حياتنا. وللأسف ده اللي حصل معايا لما قررت أبعد دماغي عن الحب والجواز والحاجات اللي مش وقتها خالص دلوقتي. أنا 27 سنة، يعني لسه صغير، محتاج أكون نفسي، محتاج اخد وقتي وكفايتي عشان اقدر افتح بيت، محتاج افهم ذاتي وافهم نفسي الاول قبل ما اخد خطوه زي دي. وبالرغم كده انا ما صدفتش اني عرفت واحده او حبيت قبل كده عشان اقدر اقول مثلا انه مش مهم كل اللي انا قلته ده، لاني لقيت الانسانه اللي تخليني اقدر اعمل معاها كل ده. فما كانش عندي هدف او سعي اني اتجوز اصلا غير لما احقق ذاتي، ولما احس اني خلاص بقى عندي القدره لفهم نفسي وفهم المجتمع وفهم فكره الجواز ومسؤوليته، ابقى ساعتها ادور على بنت الحلال اللي تناسبني واللي تملى عليا حياة، واللي هتكون طبعا جواز صالونات لا محالة. بس ازاي اقدر اقنع اهلي باني لسه مش مستعد للخطوة دي، واني كان نفسي اعيش قصة حب قبل الجواز، واني ما اروحش اتعرف على واحدة صالونات؟ رغم اني مش بعيب على الطريقة دي في الجواز، بالعكس دي يعتبر هي دي الطريقة الصح واللي المفروض الكل يعملها. بس جايز عشان كان نفسي اعيش قصة حب قبل ما اتجوز، زي ما كل اصحابي حصل معاهم، كلهم عاشوا قصص حب وبعدين اتجوزوا اللي بيحبوهم دلوقتي. انا الوحيد اللي عمري ما جربت الحب، وقلت لنفسي خلاص انا صعب ده يحصل لي اني احب واتحب واني في الاخر هتجوز صالونات. بس القدر كان ليه رأي تاني لما كنت قاعد بقلب على الفيس وكتبت كومنت لبوست على واحدة في الجروب كانت بتسأل على حاجة معينة، وانا شرحت لها الحاجة دي على قد علمي. كنت فاكره كومنت عادي لان طبيعي لما حد بيسأل حاجة وانا عندي المعلومة فما بتأخرش وبكتب كومنت للشخص اللي بيسأل، وده اللي عملته. وما كنتش مستني كلمة شكرا اكيد من اي حد، بس فجأة لقيت رسالة مبعوتة ليا بتقولي شكرا جدا لحضرتك. استغربت شوية لأن عمري ما جات لي رسالة من بنت بتشكرني على حاجة أنا عملتها. إيه ده؟ البنت دي معجبة بيا ولا إيه؟ أكيد، يعني إيه اللي خلاها تبعتلي على الخاص؟ ما كانت ممكن تشكرني في الكومنت وخلاص، بس اللي خلاها تبعتلي يبقى شافتني وأعجبت بيا وأعجبت كمان بالكومنت بتاعي. بس بقى إيه الهبل ده؟ هو أنا للدرجة دي محروم؟ هو أنا محروم بس لأ، يعني مش معقولة تعجب بيا عشان كومنت أو عشان صور اللي حاططها يعني. طيب وهي فين صورها؟ هي ليه مش حاطة أي صورة ليها كده؟ أعمل إيه دلوقتي؟ أرد عليها ولا أتقل شوية؟ أنا هرد عشان ما تحسش إني بتكبر عليها. أقول لها العفو يا فندم. فندم؟ فندم إيه بس؟ هو إحنا في الجيش؟ خلاص هقول لها تحت أمر حضرتك وتأمريني. إيه ده؟ إيه القرف ده؟ أنا هقول لها العفو وخلاص، مش حواري يعني. العفو تمام. شافتها؟ دي بتبعت حاجة، بتبعتي إيه أنت تاني؟ ما خلاص قلت شكرا ورديت بالعفو، خلاص ننهي الموضوع بقى. ستيكر في الآخر، بعت ستيكر، يلا مش مهم، وسبت التليفون بعد الستيكر اللي أحبطني ده. بس بسمع صوت رنة الرسالة على الماسنجر، يا ترى تكون بعتت حاجة تانية؟ بمسك الموبايل وفعلا بلاقيها بعتلي بتقولي هو انت منين؟ حسيت شعور حلو اكيد. هو ده بقى الحب اللي بيقولوا عليه؟ حب ايه يا هبل انت؟ دي بتقولك انت منين، امال لو قالت لك بحبك هتعمل ايه؟ امال ايه الشعور ده؟ عادي، شعور حلو ان في واحدة بتحاول تتعرف عليك مش اكتر. ابتسمت ابتسامة خفيفة كده ورديت عليها وانا فرحان، وسألتها وانت منين؟ ولما ردت عليا وفي لحظة جالي تصور في خيالي يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا، كنت فرحان بصراحة. الموضوع أفور مني شوية بس ده طبيعي، أنا عمري ما كلمت بنت ولا في بنت كلمتني ولا قالت لي ازيك حتى، فطبيعي لما ده يحصل هحس بالسعادة. اتكلمنا اليوم كله، تعرفنا على بعض وكنت مبسوط قوي، كنت بتكلم معاها بأريحية، وطلبت مني رقمي واتكلمنا واتس عشان الماسنجر بيعلق عندها. تقريبا اليوم ده كان أسعد يوم في حياتي، وابتدينا نقرب أكتر لدرجة إنها بتبعتلي فويس بصوتها، وأنا رديت عليها بفويس برضه، رغم إني كنت بتهته في الكلام، بس يعني عدت على خير. خلص اليوم اللي كان نفسي ما يخلصش بصراحة. تاني يوم الصبح
صاحي وانا مبسوط قوي بجد. اول حاجه عملتها لما صحيت بعت لها صباح الخير. شافت الرساله بعديها بساعتين وردت عليا. كتبت لها ازيك وردت عادي الحمد لله. وقلت لها هتعملي ايه النهارده. شافت الرساله وما ردتش. استغربت وانا في الشغل تفكيري متشتت مش عارف ايه اللي حصل. ما ردتش عليا ليه. قعدت ساعه واتنين وتلاته لغايه لما روحت وبرضه ما ردتش. كنت متضايق قوي يمكن في حاجه وانا مش عارف. بعت لها تاني وشافت الرساله وبرضه ما ردتش. ايه اللي حصل. هي زهقت مني ولا ايه. هو احنا لحقنا. فجاه بلاقي تليفوني بيرن. ايه ده. دي هي. انا ليه قلبي بيدق جامد كده ومالي خفت قوي كده. ايه المشكله يعني لما اكلمها واسمع صوتها وهي تسمع صوتي. هي سمعتني اكيد بس احنا نتكلم عادي كده صعب قوي بالنسبه لي. كل ده بفكر ارد ولا لا. خايف قوي متوتر مش عارف ليه. اول مره يا جماعه الموضوع مش سهل اني اكلم بنت برضه. الرنه خلصت وما رنتش تاني. اتشجعت شويه وقلت اكلمها عادي يعني ايه اللي هيحصل يعني. كلمتها وردت عليا. الو. ازيك. انا تمام الحمد لله. هو ايه اللي حصل. انا بعتلك وانت ما ردتيش عليا. انت زعلانه مني في حاجه. ردت عليا وقالت لي لا ابدا مفيش حاجه بس خفت لما سمعت صوتك امبارح. حسيت براحه ناحيتك كبيره قوي. انا عارفه ان الموضوع بسرعه قوي بس لما صحيت من النوم حسيت اني نفسي اسمع صوتك. وده مخوفني جدا عشان مش عايز احس اني ضعيفه مع حد واني بسهوله كده احس انه وحشني. ده اللي خلاني عاوز اوقف كلام معاك. طب انت ليه رنيتي عليا دلوقتي. عشان اعتذر لك عن اليوم اللي اتكلمنا فيه ده وان انا ما ينفعش اتعلق بحد ومش عايز اعلقك معايا. قلت لها طيب ممكن افهم ايه المشكله لو تعلقنا ببعض. وبعدين انت لسه مش عارفاني اصلا. ممكن ما تتعلقيش بيا بس عادي خلينا نتكلم عادي وما نخشش في مواضيع كتيره او ليها علاقه بحاجات ممكن تخلينا نبعد. قالت لي بص انا مش هكدب عليك. انا كنت مبسوطه قوي معاك امبارح ولما سمعت صوتك حسيت براحه اكتر. بس انا ما عنديش استعداد اني اخش في اي علاقه لاني ممكن ما اقدرش اديلك اللي انت محتاجه مني. صدقني انا موجوعه وممكن وجعي ده ياثر عليك انت في الاخر. انا ما بقتش بثق في حد بسبب اللي حصل لي. ايه اللي حصل لك. مش مهم ومش لازم تعرف بس اللي عايز اقوله لك ان ربنا يوفقك في حياتك ولازم ما نتكلمش تاني. قفلت السكه على طول من غير حتى ما تستنى ارد عليها. ايه اللي حصل ليه كل ده. طب ليه اتكلمت معايا من البدايه طالما هي عندها مشاكل. طب اعمل ايه يعني يوم ما الاقي حد يتكلم معايا يسيبني بسرعه كده. هي لحقت تعرفني طيب. ايه بس الحظ ده. يلا الحمد لله. بحاول انام شويه بعد الشغل بس مستحيل اعرف انام. احساس جوايا مضايقني انها ما ادتنيش فرصه حتى تعرفني. وبعدين يعني ايه المشكله اللي كانت ممكن تبقى عندها تخليها فجاه تقولي مش عايزه تتكلم تاني. انا دماغي هتتجنن. متشتت مش عارف اعمل حاجه ومستغرب. كان نفسي نكمل وتعرفني اكتر واعرفها اكتر وجايز يكون هي دي نصيبي. يلا ماليش حظ. بس يظهر ان كان في شويه حظ. الساعه 10 بالليل بلاقي رساله مبعوثه منها وهي صورتها مكتوب عليها ايه رايك فيا. كنت اول مره اشوف صورتها لقيت ملاك. اجمل بنت شفتها في حياتي. رديت وقلت لها جميله ما شاء الله. رنيت عليها وقلت لها مالك. هو انت ليه مش عايزه تدينا فرصه ان احنا نتعرف على بعض اكتر. قالت لي مش مهم يا سيف. انا بس حسيت ان احنا ممكن نبقى اصحاب بس مش اكتر. وما تسألنيش على اللي حصل لي قبل كده بس باختصار انا حبيت شخص وما كانش قد الثقة دي ووجع لي قلبي قوي. فانا لسه مش عارفه اثق في حد تاني. قلت لها يا ستي خلينا كاصحاب عادي ولو في نصيب خلاص هيكون ده نصيبنا. بس ما تقفليش الموضوع كده يعني. وافقت وكنت اسعد انسان في الدنيا. ايه ده. بجد شخص انا مرتاح له قوي كده وكمان هي مرتاحة وكمان زي القمر. ده الرزق لما بيجي بالجامد قوي. الحمد لله يا رب يا رب تكمل بس على خير. بيعدي اليوم الجميل ده على خير. وكنت سعيد انه على الاقل ما مشيتش وهتفضل معايا. وفعلا تالت يوم بعتلها كانت بترد بس متاخر. كانت بتقولي انها مشغوله فبترد متاخر. وبيعدي اسبوع واسبوعين كنت انا اللي دايما ابعت واهتم واتكلم وهي ترد متاخر وممكن ما تردش عادي. وكنت بقول جايز لسه مش مداني الثقه الكامله حتى واحنا اصحاب. بعد شهرين كنت حسيت ان الاهتمام من ناحيتي انا بس لغايه لما ما قدرتش استحمل واتصلت بيها وقلت لها حرام عليكي يعني. ليه ما بترديش عليا على طول. ليه ما بتتصليش بيا. ليه كل ده. كان اول رد ليها سيف انا بحبك. قلبي وقع في رجليا. حسيت بالرعشه في كل جسمي. ايه ده معقوله اخيرا. مش مصدق نفسي بتحبيني بجد وانا كمان بموت فيكي. اخيرا حسيت بالحب. اخيرا هي دي الانسان اللي هكمل معاها حياتي. اخيرا قلتها انا مش مصدق نفسي. انا لازم اقابلها ونبدا بقى نحضر للفرح والموضوع يبقى رسمي بقى. اليوم ده كان اسعد يوم في حياتي. حسيت اني خلاص مش عايز حاجه من الدنيا تاني. فرحان قوي لدرجه اني عايز اطلع للشارع بره واصرخ واقول انا بحبك يا ياسمين بحبك بجد ونفسي تبقي مراتي. الكوشه سيف وياسمين ايه احلى من كده. لاقيين على بعض. مش مصدق نفسي. اخيرا قالتها. كنت فاكر فعلا ان اليوم ده اسعد يوم في حياتي.
بس الحقيقة طلعت عكس كده. لما خلاص اعترفت ياسمين ليا افتكرت ان هي هتتغير معايا وانها هتديني الاهتمام المتبادل الطبيعي، بس الحقيقة لا، ياسمين فضلت زي ما هي، يمكن أسوأ، وانا بقرب اكتر واكتر وبهتم اكتر. عدى اسبوع، المفروض ان الاسبوع ده مختلف تماما لانه اسبوع واحنا مرتبطين مش واحنا اصحاب. في نهاية الاسبوع بعرف ياسمين اني عايز اقابلها عشان نقرب من بعض اكتر ونبدأ نحدد هنعمل ايه والخطوبة ازاي ونتفق على كل حاجة. يكون ردها ان شاء الله، وبعت لها في الاخر تصبحي على خير، بس تشوف الرسالة وما تردش. بنام واصحى على اكتر حاجة وجعتني ووجعت قلبي، وهي انها تختفي وتعمل لي بلوك في كل مكان. طب ليه؟ انا عملت ايه؟ طب انا غلطت فيها؟ طب انا زعلتها مني في حاجة؟ ما بقيتش فاهم حاجة ولا مستوعب. يمكن دلع بنات، يمكن حصل لها حاجة. يعني لو حصل لها حاجة هتعمل بلوك ليه؟ طب احاول اتواصل معاها؟ مش عارف. انا ممكن اكلمها من موبايل تاني، بس ليه؟ طب عملت ليه كده؟ هي لسه بتحب الشخص القديم ولا حست ان الموضوع بقى صعب معايا؟ طب وليه قالت لي بحبك؟ ليه علقتني بيها؟ ليه حسستني اني كويس وممكن اتحب؟ طب انا اذيتها في ايه عشان تأذيني؟ الشخص التاني هو اللي اذاها مش انا. هي كانت بترد اللي اتعمل فيها معايا انا. طيب ده المفروض هي حست بالوجع قبل كده، ازاي قدرت تحسسه لغيرها بالسهولة دي؟ نار في قلبي وعقلي هيتجنن. مش عارف اعمل ايه. لو كلمتها من تليفون تاني يبقى انا كده بقلل من نفسي اكتر، رغم اني قليت من نفسي لما كنت بشوفها مش مهتمية وكانت الحجج بتاعتها عبيطة. حسيت بوجع، وخصوصا انها ما قالتش سبب لكل اللي عملته ده. بيعدي اليوم عليا وكأنه سنة، مش طايق نفسي ولا طايق الدنيا كلها. يوم ورا يوم وبيعدي شهر وهي لسه موجودة في قلبي وعقلي. مش هقدر انساها بسهولة رغم اللي عملته فيا ينسي اي حد عنده كرامة. كنت اقدر اوصل لها بس قلت احافظ على اللي متبقي من كرامتي. ما كنتش قادر استوعب اللي انا فيه. اول حب في حياتي ويطلع مع الشخص الغلط. انا عارف ان ده نصيب، جايز كنت هتعب بعدين، بس كان نفسي تريحني وتقول لي سابتني ليه. بس يظهر ان الحمد لله كان لسه في امل اني اعرف ايه اللي حصل. تليفوني بيرن. الو. ايوه. نسيت صوتي؟ لا طبعا، مقدرش. وحشتني. عايزة ايه؟ بقولك وحشتني. انت كدابة وانانية كمان. طب ممكن تسمعني؟ لا، مش عايز اسمعك. انا عايز اقولك اللي جوايا وبس. انا بس عايز اعرفك ان لما حبيتك بجد. حبيت كل حاجة فيكي، كلامك، شخصيتك، ضحكتك، صوتك. كنت حرفيا مش عايز اعرف ايه اللي حصل لك ولا اعرف حاجة عن الماضي بتاعك. كان كل اللي كان هممني انتي وبس. بس ما كنتش اعرف انك انانية، انك مش مقدرة النعمة اللي كانت معاكي. انا كنت بتنازل عن كرامتي في سبيل ان احنا لسه مش لبعض، وقلت جايز لما نكون لبعض هتتغيري معايا. بس يظهر انه كان وهم وعيشت نفسي فيه معاكي. كان نفسي نكون مع بعض قوي. كان نفسي ما كانش حصل لك اللي حصل لك عشان تفقدي الثقة او الشغف معايا. في 500 سيناريو في دماغي وما اعرفش انه واحد فيهم صح، بس مش مهم. انا المهم عندي انك ما تستهلنيش ولا تستاهلي الحب اللي حبيتهولك. ربنا يرزقك باللي تحبيه وهو ما يحبكيش. ارتحت لما قلت كل اللي جوايا معاه. كان نفسي تسمع مني الكلام ده، يمكن النار اللي في قلبي تبرد. بس للأسف الوجع زاد أكتر. عمري ما هنساك يا ياسمين طول ما أنا عايش. بحبك. وبكده تكون خلصت قصتنا النهاردة. لو عجبتك القصة دوس لايك واشترك في القناة، واستنوني في قصة جديدة. سلام.